ليه كده يا اهلي؟ ما كنت لعبت وخلاص، كنت لعبت وكنت هتطلع باي استفاده ايا كانت. يعني انت دلوقتي خلينا نتكلم بالاسوأ الاحوال، اتهزمت كنت هتخسر 3 نقط بدل ال6 نقط، ولو اتعادلت كنت هتاخد نقطه بدل ما انت خسران 6 نقط، كنت على الاقل خسرت نقطتين وهتكسب 4 نقط. ولو فزت انت كنت هتكسب 3 نقط بدل ما انت دلوقتي خسران 6 نقط. وحاليا دلوقتي بالنسبة لك الدوري شكر، الدوري ضاع، الدوري راح. ف... فلا، فكنت العب. طيب ناخد بقى رد اللجنة الأولمبية. رد اللجنة الأولمبية على الأهلي، أولا رفضت الشكاوي بتاعت الأهلي وقالت لك إن إيه؟ أولا مفيش خطاب رسمي موجه من الأهلي بشأن الحكام الأجانب إن هو عايز حكام أجانب. دي رقم واحد، مفيش إثبات إن الأهلي طلب حاجة رسمية. دي رقم واحد. رقم اتنين، قالت إن التعيين الحكام سواء أجانب أو مصريين هو اختصاص أصيل من لجنة الحكام بالاتحاد طبقا للبند 1 في المادة 46 من القانون. فرفضت الشكاوي المقدمة من النادي الأهلي بخصوص مباراة الأهلي والزمالك وبخصوص الجزاءات والعقوبات الموقعة على النادي الأهلي. دلوقتي السؤال هنا، هل الأهلي هيكمل ولا لا؟ خلينا نتكلم في فيديو تاني عن هل الأهلي لو انسحب هيبقى فيه عقوبات مالية كبيرة جدا على الأهلي واحتمال الموضوع يتفاقم. كده دلوقتي احنا عندنا 3 نقط الانسحاب و3 نقط عقوبة، يبقى 6 نقط خصمهم الأهلي على نفسه. ولو كان لعب كان أي نتيجة كان هو هيبقى مستفيد منها. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.